السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في موضوع كده عايزين نتكلم فيه، اللي هو بتاع ابن اسماعيل الليثي، ضاضة، الله يرحمه يا رب ويصبر قلب امه وابوه. بس اللي انا عايزه افهمه ايه كمية الشو اللي بتتعمل دي، والكلام اللي عمال يطلع من جدته، كلام غريب وكلام عجيب، وعيب انه يطلع في الوقت ده وبيخلي الناس تشك فيها ويعني انا مش عارفه اقول ايه. بتطلعي تتكلمي بتغيري جميع كلامك، كلام كل شويه يتغير، افعالك مش يعني تحسي ان انت عايزه تاخدي شو، ومش حزينه على الولد، يعني انت مش حزينه. انا في اول ما شفتك ما دخلش في قلبي الحزنك، يعني شكيت ان في حاجه مش طبيعيه، وانتي ما شاء الله كل يوم تاكدي الشك ده لينا كلنا، مش لي انا بس، في ناس كتير برضو نفس الحوار. طالعه عماله تتكلمي وتغير في الكلام. واشوف لك امبارح لقاء مع حد اتعمل، مش عارفه بقى كان ايام العزاء ولا امتى، انا ما اعرفش، بس الفيديو ظهر قدامي امبارح. الراجل اللي بيسالك مامته حزينه ولا مش حزينه، الله اعلم في اللي في ضميرها. يعني ايه الله اعلم في اللي في ضميرها؟ مش فاهمه. دي ام انت مش هتحزني على ابنها قد ما هي حزينه عليه. دي ام، حتى لو الطفل كان نايم في حضنك ليل نهار وما بيسيبكيش، برضه دي امه، هي اللي شالته في بطنها، هي اللي اتعذبت. طلعت تقول الله اعلم باللي في ضميرها، او ايه؟ يعني ايه الله اعلم في ضميرها؟ انت ليه بتعملي كده؟ مع انها هي اتكلمت عليكي كويس واتكلمت على اخوات جوزها كويس، وبعد كده يقول لك اللهم صل على النبي، ربنا يصبر قلبها. تقول ربنا يصبر قلب الكل، كل اللي بيحب ضاضة. حتى الدعوه ليها مش عايزه تطلع منك، يعني حتى الدعوه ان انت تقولي يا رب يصبرها مش راضيه تطلع منك، يبقى انت جواكي غل، انت جواكي غل وحقد. كلامك اللي بيتغير كل شويه ان الطفل ان هو وقع وانت كنت في المطبخ، وفجاه ومره تقولي ده انا كنت واقفه وما لحقتوش، ومره تقولي انا قافله الباب، ومره تقولي لا ده انا كنت نايمه، لا ده انا كنت بره، لا ده انا كنت بعمل، ده انا كنت بسوي، وشو بيتعمل. طلعت انت وبناتك في الاول تتكلموا وتقولوا اصل الناس بتقول، الناس بتعيد. ما هو انتوا اللي وصلتوا الناس تشك في كده وتتكلم كده من الغل اللي جواكوا. شفت برضو ليكي لقاء تاني مع ناس، مع واحد بيقول لك هو الكافيه ده ولا المطعم ده ولا مش عارفه كافيه ولا ايه ده بتاع اسماعيل الليثي بتاعت بابا، ده كان كله بتاع رضا. يعني ايه كان كله بتاع رضا؟ يعني ايه كان دي؟ يعني ايه؟ هو انت مش واخده بالك ان رضا له اخوات؟ مش بدل ما تقولي كان تقولي ربنا يزيد ابني ويزيد يا رب، ويعوض عليه بالخلف الصالح، يعوض عليه تاني، يمكن ربنا يكرمه ويخلف ولد تاني، او ولد او بنت ما تفرقش. انت ناسيه ان له صبيان، له بنتين قصدي. مات الولد خلاص، البنتين خلاص يتركنوا. ليه بتعملي كده؟ ليه الكلام ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ يعني ايه كان؟ يعني هو ايه كان دي؟ ما هي كان دي بتعود لاخواته، وله اخوات، واسماعيل صغير ومراته صغيره، وان شاء الله ربنا يا رب يربط على قلبهم، وان شاء الله يجيبوا طفل كمان لاخواتهم لاخواته ويكون سند ليهم. انت تضمني ايه اللي في الدنيا؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ طلعت تقولي كان وعمامه وعمامه وعماته ويحبوه ومش يحبوه، واللي في ضميرهم واللي مش في ضميرهم، واللي ليه تحطوا نفسك في موقف شك؟ وانا شاكه فيكي برضو، يعني دلوقتي انا برضو شاكه فيكي. ليه تحطي نفسك في الموقف ده؟ ما تسكتي. المفروض انت جدته والطفل مات عندك وهو ملزوم منك، قلبك يفضل ما تنخرسي بس تتكلميش. اي اعلام جاي يكلمك ممنوع ما تتكلميش. انت المفروض قلبك ده محروق. احنا يلي ما نعرفش الطفل، اقسم بجلال الله، وانا واحده دمعتي غاليه جدا ومحدش بيشوف، انا عيطت عشانه
وكل ما اشوف فيديو ليه بجريه عشان ما اشوفوش، عشان انا ببكي يعني، انا زعلانه عشانه، مع ان اقسم بالله ما كنت اعرفه الا يوم الموتة لما اختي قالت لي ده طفل اللي اسمه ضاضا مات وواحد اتنين تلاته، ما كنتش اعرفه قبلها. احنا قلبنا احنا كناس عارفه الطفل من بعيد وكان له متابعين يبقوا محروق قلبهم اكتر منك. انت طالعه تتكلمي وتعملي شو؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ احترموا الميت، احترموه مهما كان، حتى لو طفل احترموه، احترموا امه وابوه يا ست، بلاش امه، احترمي حرقه القلب بتاعت ابوه. ابوه لو طلع دلوقتي شافك وانت عماله تقولي، مش هاين عليكي حتى تقولي ربنا يصبر قلبها؟ يعني مش هاين عليكي لما المذيع قالك ربنا يصبر قلبها، مش هاين عليكي تقولي له امين؟ مش هاين عليكي تقولي له امين؟ وطالعه تتكلمي في ورث. هو ايه اللي كان بتاع ضاضا؟ ايه ده؟ كل ده كان بتاع ضاضا؟ ما هو بتاع اخواته. ولا انت عايزه تلزقي اخوات عيالك في حاجه الليسي؟ ما هي بتاع اخواته، مش له اخوات بنات؟ له اخوات بنات، تيجي انت تقولي كان وما تعلميش، يمكن ربنا ييسر لهم الحال ويكبر بخاطرهم بطفل. يا ريت تبطلوا يا جماعه بحكايه السوشيال ميديا اللي واخده دماغكم دي، وكل واحده تتشير على قفاها، وكل واحده تتكلم كلمه ملهاش لازمه، وتطلعي تقولي معرفش ايه، وتطلعي تعيدي معرفش ايه. انت شكلك كان في خلاف بينك وما بينها، واضح قوي، واضح قوي قوي ان انتوا كان في بينكم خلاف. الخلافات دي بتنتهي لما حاجه بتحصل في اي عيله، انما انتوا لا، انتوا كبرتوها، انت عماله تكبريها. المفروض الام بتلم، انت عماله بتكبريها. ده انت المفروض وتقولي انا عملت عزا مش عارفه فين عشان ما اروحش العزا التاني. ده انت المفروض اللي تبقي على اول العزا في الاول تاخديها في حضنك، تاخدي شيماء دي في حضنك. يعني لانك انت الطفل كان عندك وامانه عندك وما صنتهاش عمره، كل حاجه محدش قال حاجه، بس انت في حاجه حصلت غريبه فالواد خلاص عمره انتهى، فانت المفروض تاخديها هي في حضنك عشان تصبريها. البنت ما اتكلمتش عليكي بطريقه وحشه واتكلمت عليكي بطريقه كويسه، وقالت عماته وسته وعمام وبيحبوه، انت طلعتي قلتي غير العكس. انت عايزه تطلعيها، هو مشكلتك كله ان انت عايزه تطلعيها انها كانت مهمله، ما كانتش بتحب الولد، ما كانتش بتحافظ عليه. انما اللي انا شايفاه ان هو الولد كان الله يرحمه يا رب كان متدلع، ومتدلع على امه جدا كمان، وامه كانت مدلعاه، وكانت يعني في فيديوهاتها اللي كانت بتظهر ان الولد اساسا كان بيحبها قوي قوي قوي، لانه كان واخد عليها قوي، ان هو كان لما بيهزر معاها بيمد ايده عليها. لو هي شديده او هي وحشه ما كانت ممنوع، كانت هتخليه ما تخلوش مثلا حتى يبص في وشها. انما الولد كان غير، كان بيكلمها ويهزر معاها هي وخالاته. انت ليه بقى مشكلتك ان انت عايزه تطلعيهم وحشين؟ يا شيخه اتقي الله، اتقي الله. البنت ما قالتش فيكي حاجه وحشه، ما هي مش مستخسره تقولي ربنا يصبرها. ده انت المفروض اول واحده تاخديهم في حضنك، تاخدي ابنك وتاخدي مراته في حضنك، وتقولي ربنا يصبركم ويعوض عليكم خلف صالح، يعوض اللي قلبكم المحروق. ياما ناس اولادها توفت وخلفت تاني. ليه بتوصلوا نفسكم تبقوا ماده للسخريه ما بيننا كلنا؟ انا واحده لما شفت الفيديو بتاع لما انت قلتي كان دي انت كده يعني ناس عماله تنزلي من نظر الناس، وكنت وعماله اقول ايه يا ست يمكن بتخرف عشان قلبها موجوع والواد مات قدامها. لا انت ما بتخرفيش، انت عارفه انت بتقولي ايه كويس، وعايزه تطلعي البنت وحشه ازاي. اتلموا يا جدعان، اتلموا يا جماعه، طفل اهوت في لحظه راح وده عمره، اتلموا، احنا ما نعرفش هنروح امتى. فيعني هدوا الوضع. ويا ريت الليسي ومراته مش كل ما يروحوا في حته يبقى وراهم بيصوروا والسوشيال والكلام. لا خفوا يا جدعان، خفوا الهبل ده شويه. ربنا يصبر قلبك، وربنا معاكي، وتعوضي لاخواته بخلف صالح، بطفل يكون سندهم في الدنيا وسندك يا رب. السلام عليكم.